ده انت من ده وجهة قال نظرك ريمبوت قنيصو سنوات المجاعة. طيب احنا نروح للالحاد عشان احنا اكتشفنا احنا اتكلمنا كتير قوي والله يا جماعه بيجي نص الوقت. طيب يلا خلصنا نص الوقت ده دلوقتي. تصدق لي فاضل ربع ساعه، انا مش مستوعب. على ايه؟ ربع؟ ربع ساعة على ايه؟ الحلقة على الأولى ولا الحلقه؟ لا الثانية؟ الحلقه اصلا بجد؟ انا اتصدمت زيك احنا دايما الحد ما بياخدش حقه. لا مش مهم، يلا احنا بس طيب. هنقول، انا هسيبك بقى بالكامل تقول. طيب هو احنا بنتكلم دلوقتي مش عن الالحاد بس، احنا بنتكلم ما بين الالحاد والايمان خلال عصر الانتقال الأول عشان المشاهد يعني. عصر الانتقال الاول هو فتره استمرت، احنا كنا في الفقر بنتكلم عن مصر كلها عموما. عصر الانتقال الاول استمر حوالي 150 سنه. حصل فيه مشاكل سياسيه ومعارك. بدات فتره عصر الانتقال مع نهايه حكم الملك بيبي الثاني. بيبي الثاني ده ابن امه دلوعه. امه كانت بتدلعه وامه كانت بنت حاكم اقليم ابيدوس، وكان طبعا متدلع، وكان وهو عنده 4 سنين بيحكم لان امه كانت مشرفه على السلطه، كانت هي القائمه بالسلطه. بيبي الثاني الشعب خرج ضده، قال احنا مش عايزينك، امشي ارحل. ما رحلش الشعب كله، يعني فضل قاعد على السلطه لحد ما بقى عنده اكتر من 90 سنه. الشعب مات وهو موجود. طلع واحد حكيم كده اسمه ايب وير، كان شغال في البلاط الملكي، القلب الطيب او القلب الكبير. ايب قلب وير كبير. قال له يا جلاله الملك الناس مش عايزاك، هتعمل ايه؟ اعمل مش سامع. فضل قاعد في القصر الملكي قافل على نفسه، ملوش دعوه باي حد خالص. حكام الاقاليم قالوا له ما احناش هندفن جنبك، مقابرنا مش عندك، ضرايب ما فيش. البدو الاسيويين اللي هم الاموريين في فلسطين وجنب غزه كده، المكان اللي جنب غزه، مش هندفع لك ضرايب، احنا هندخل مصر وهنبقى مهره في صناعات الدلتا. شويه شويه الدوله بتقع، شويه شويه بقى في وزيرين، وزير شمال وزير جنوب. يعني ايه وزير شمال وزير جنوب؟ 2 رئيس وزراء. وزير هنا يعني رئيس وزراء. بيبقى عمل ايه؟ عمل مش شايف. بدأنا نكمل. إبور بيوصف على البردية بتاعته بيقول ان الثورة بدأت بالعاصمة وامتدت الى الوجه البحري. من هنا جات لي فكرة الرسالة. لقيت مكتوب انت عايز وقد تخلص ظهرت رسالة ماجستير في ساعتين يا لا دي الدكتوراه. لا انا بتكلم. انا خلصت الدكتوراه في 2 على فكرة، مش ايوه ساعتين. لا انا بهزر. لا بقول لك ايه، بتقول ايه ده الوقت كده راح واحنا كلنا بنتكلم على الفقره، بقول لك انت عايز تخلص نقول رساله هحاول الماجستير في كلها. الالحاد. لا احنا هنعمل لها، بس هنعمل لها حلقه مفيش لوحدها مشكلة. على فكره، لان انا شايفه انه مش هنلحق. مفيش مشكلة. هنكمل لحد ما يقولوا لنا خلاص. تمام. المهم فظهرت بقى تيارات دينيه، وبدا الناس ايه؟ الناس لقوا الملك متبهدل، الملك الاله او هاف جاد، مفيش لا ضد ولا هاف جاد، ده هو بياخد على دماغه. طب هتعملوا ايه؟ والله احنا في اتجاهات عقائديه وتيارات دينيه، وده عنوان الدكتوراه، الاتجاهات العقائديه في عصر الانتقال الاول. جت الفكره من هنا. أيوة. قسمت المجتمع المصري القديم ل4 تيارات. تيار متشكك متطرف بيشك في العقيده والاله والمعبود. تيار متطرف متشائم لا يؤمن بحاجه، مفيش لا بعث ولا خلود ولا اي حاجه، ملحد. التيار الثالث لا، احنا هنغير الدين وهنفضل مؤمنين. يعني ايه؟ انت يا ملك بتدفن داخل الهرم، انا كفرد هتدفن زيك، بس انا معيش فلوس اعمل هرم، انا هعمل تابوت واغير البيراميد تكست الى كافن تكست. يعني بدل ما اعمل نصوص اهرام هعملها نصوص توابيت. وزي ما انت كنت ازير او عايز تبقى ازير في العالم الاخر، ازير للمشاهدين ده اللي ضحى بنفسه، لان انا مش عايش في العالم ده، انا هروح للعالم الاخر، لان انتوا قطعتوني وقتلتوني وانتوا مجرمين وعملتوا. اتحولت من بيراميد تكست الى كافن تكست في معارف باسم ديمقراطيه العالم الاخر. ده كان الفصل الثالث عني. الفصل الرابع الفته، قلت مش في ناس متطرفه؟ في ناس ملحده؟ في ناس غيرت بين وبين واتطورت شويه وعملت ديمقراطيه في دينها، بس في ناس بقى مؤمنه سميتهم المصلحين. اللي هم خو ان انيبو، ساذهب الى انوبيس، يا اما هنتحر يا اما هيجيب لي حقي، فانا مصلح. مش هغلط، انا هصلي واصوم واقدم القرابين. مش معنى كان في صلاه وصوم يعني مش ده القصد. فاهمه اقدم عشان الناس هتاخد العبادات بتاعتهم حته يعني. اقول لك مش عارف ايه، تمام، ان في عباده، لا انا هعبد واصلي وهكتب كل الكلام ده. ختي لما نصح ابنه امريكا من شويه، قال له يا ابني لازم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. هتعمل صالح هتبعث. ما تقوليش انا هعمل مقبره اعظم مقبره في العالم، يا ابني موارد القرابين بتاعتك هتبقى خاليه، ما حدش هيجي يقدم لك قربان. هو انت فاكر انت لما تعمل مقبره كبيره كده هتخلد؟ انسى الكلام ده. كان ايام بناة الاهرام قبل الشعب ما يصحى. ما حدش هيجي يقدم لك قربان. هي الفكره ايه من انشاء المقبره؟ الفكره ايه من اقامه لوحه؟ تقديم القرابين بعد كده، ضمان قرابين طازجه ومستمره.
طب انت حد هيجي لك؟ مش هيجي لك. طب لو عطفت على البائس المسكين عشان اقول لك ان في كونتاكت واحد الاثنين واحد ما بين الفقر تمام. طب لو عطفت على البائس والمسكين واحتضنت الارمله ايه اللي هيحصل؟ هيجوا لك ويقدموا لك قرابين وهتفضل. لو انت باني بالحجر، بيقول لو انت باني من افخم حجر مش هتقدم لك قربان الا ما يكون عملك صالح. كمان حكام الاقاليم في الاتجاه المصلح ان هم بدأ كتبوا احنا عطفنا على كذا واكلنا كذا، وانا كنت بقوم بدور المعبود نبري معبود القمح. بيقول كده واحد بيقول انا كنت المعبود نبري بيسوي نفسه بمعبود القمح. انا كنت بطرق البيوت واوزع عليهم الغلال. هو عمل كده؟ مستحيل. مستحيل يكون عمل كده. لو عمل كده مش هيبقى انتقال اول. بدأوا يكتبوا الكلام ده، بدأوا يكتبوا ان انا وفرتهم القمح والشعير وقضيت على المجاعات والفيضانات. صحيح كان هيبقى انتقال اول ازاي وده يعني؟ ده في واحد بيقول لك انا جبت له مركب عشان يعبر بين العالم الاخر. يعني هو جاب مركب لحد يعبر بين العالم الاخر؟ حد بيعمل كده؟ يعني ده انت بتقول حتى دلوقتي يعني يلا نفسي. حتى لما حد بيموت يعني خلاص راح لوحده مش عارفين اخرته فيها ايه. ده الاتجاه المصلح اللي انا بدأت فيه في الاخر، اللي انا مسميه هنا في الحلقه الايمان. لان هو هنا امن بالاله. بس انت هتامن بالاله بس انت تعمل مقبره مش هتدفن في الشارع. يعني في شروط كده للعالم الاخر. أيوة. تعمل مقبره، تضمن قرابين، من عمل صالحا فلنفسه. فاهماني؟ دي بنود دخول العالم الاخر. هتتحاكم. وعندنا لوحه لواحد اسمه ميري في عصر الانتقال، هي اول شاهد على المحكمه والوزن، وزن القلب، الميزان، الريشه، المخاط، المخاط اللي هو القلب، يعني ريشه العداله، والايب اللي هو القلب عشان الوزن. ده اول منظر للمحاكمه كان على مقبره ميري عصر الانتقال. طبعا نرجع للتطرف والالحاد. إيبور قال ايه؟ لو علمت اين الاله فساعمل من اجله. كان بيناقشني الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم السيد، استاذ ورئيس قسم الاثار في جامعه سوهاج. هو متخصص في الديانه طبعا بكل الاحترام. قال لي انت عارف يا ابني يعني ايه لو علمت اين الاله فساعمل من اجله؟ قلت له ايه يا دكتور؟ قال لي يعني انت لو هو عنده قناعه ان في معبود هيقدم له قرابين. عارف يعني ايه؟ يعني مش مقتنع، يعني ملحد. عشان اللي بيقول مفيش الحاد قصه كده ايه اتقفلت. بيقول لك مفيش اله مش هقدم قرابين. طيب خد الدليل الثاني، الياس من الحياه. واحد قعد مع نفسه، قعد مع اما باجي اقول لك انا رايح اقعد مع نفسي اوعي تضحكي عليا، لان نفسي ده صاحبي بكلمه بيكلمني. يعني لما واحد يجي يقول لواحد دلوقتي يا عم احمد انا رايح اقعد مع نفسي، مش رايح اقعد مع نفسي، انا رايح اقعد مع القاب بتاعتي. هكلمها وهتكلمني وهتقعد تقترح عليها اقتراحات واقترح عليها اقتراحات. انا بحاول اقرب الصوره للساده المشاهدين. قعد مع القاب بتاعته، لا يا قا انا زعلان، غلبان بقى ملك والملك بقى غلبان، والبحر مليان جثث، تماسيح بتاكل في الناس، تمساح مش عايز ياكل، تمساح بيقول لك انا مش هطلع اكل النهارده شبعان، انا شبعان من الجثث مش عايز اكل. الخدامه بقت سيده والسيده بقت خدامه. قال لها ايه وفي ايه؟ طب اعمل ايه يا قا؟ قالت له انت عايز تعمل ايه؟ قال لها انا مش لاقي حد اكلمه الا انت. وقام قايل لها كده في اكتر من 23 بيت بنفس الشكل اللي هقوله. لمن اتحدث اليوم؟ بدأ لمن اتحدث اليوم؟ الرفقاء اصبحوا اعداء، الشر في كل مكان. اللي هقوله هيخلي الناس تزعل. احنا عندنا مصايب بلاوي. طب اعمل ايه يا قا؟ قالت له انت عايز تعمل ايه؟ قال لي انا هنتحر. قالت له طب استنى نأجل الصور طب دلوقتي ونتكلم احسن. مش مهم الصور دلوقتي، خليها في حلقه ثانيه. قالت له انا انت هتيجي حلقه كامله نتكلم عن ده بالتفصيل في الصور، عشان ان شاء الله باذن واحد احد يعني. عشان باذن الله. بالمناسبه الدكتوراه دي بتترجم انجليزي وهتتنشر بره باذن الله. الله اكبر. ان شاء الله ان شاء الله. يلا يبقى كمل اول بس نسخه. عشان انا خايفه اقول لا هكمل مش همشي، انا هكمل دي. قالت له قالت له طب انت عايز تعمل ايه يا حبيبي؟ قالت له كده. قال لها انا شايفه ايه؟ انا هنتحر. قالت له استنى احكي لك قصتين وبعدهم عايز تنتحر غور. طب يلا احكي يا قا. قالت له انا هحكي لك القصه الاولى. ان راجل فلاح ركب مركبه ومزاجه زي الفل ومعاه مراته واولاده. هو واخد مراته وقال لها تعالى يا حبيبه قلبي انا افسحك. طلع تمساح كلهم كلهم ما عدا هو. يعني يا ريت التمساح كان كلهم. يعني الواحد بيقول لو انا مت ومعايا اولادي ومراتي بعد الشر عليهم كلهم مش هبقى يعني هبقى مت معاهم. لا ده التمساح كلهم وسابوا. جاله انهيار عصبي. خلي بالك يا يائس،
احمد ربنا على اللي انت فيه، خلي بالك. مم. طب احكي لك حكايه واحد تاني. ما نقول لواحد انت بتعمل بتبيع على نفسك. حصلت في حاله لواحد عمل بتبيع على نفسه في مصر القديم ومكتوبه مدونه. بتقول له ايه؟ بتقول له واحد كان عايش حاجه جميله جدا وقاعد مع مراته وبيتعشى، فقال لها انا هطلع بس اجيب حاجه من بره وجه. المهم جه تقريبا كده ان هو ايه، عمل حمام على نفسه وجاله انهيار عصبي وجاله مش عارف ايه، ما قالتش السبب. ما اعرفش السبب ايه. قال لها يعني انت عايزه ايه؟ انا هنتحر. قالت له يعني بعد اللي قلته لك ده، طب افرض ان انت انتحرت. انا طبعا يعني بحاول الخص. هم يعني هو شاف حاجه من الاهوال بره خليته يعمل كده. مصايب. قالت له طب افرض يا يائس، اسمه اليأس من الحياه ده، جاب لنا اليأس كله. طب لو انت انتحرت هتروح فين؟ تخش الجنه ولا النار؟ قال لها ما اعرفش. قالت له خليك عيش العيشه اللي انت عايشها، قدم قرابينك. انا بحاول ابسط. تمام، هو مش بالظبط بس اللغه اللي كانت مكتوبه كده. قدم قرابينك، صلي لمعبوداتك، والله لقيت جنه هتخشها. لقيت مفيش حاجه. لقيت مفيش حاجه، انت ما اذنبتش. فهمتني؟ ايوه. وقعد بقى يقول لها انا ريحتي اوحش من ده حوار مع النفس. ايوه بيكلم نفسه. يعني كانه ايه، قاعد بيكلم نفسه. واحد مشتت. اول حوار درامي في العالم القديم. يقول لك الدراما لقوه فين بقى؟ فرنسا اختارت برديه. موجود في برديه، موجوده في تقريبا في لايدن او في فرنسا. يعني هي اصلا مكتوبه على كذا برديه، هم مجمعين بقى النصوص. طبعا يعني كل ده يعني ده واحد كانه عنده تشتت. ايوه، لا اقصده اول حوار درامي في العالم القديم. عندنا اول حوار درامي، اول اديب ده اسمه مونولوج. بالظبط. كان في قبل كده بقى ولا اقدم واحد، وبيتكلم بقى باسلوب ايه؟ اسلوب بلاغي. لمن اتحدث اليوم الحرامي بقى مش عارف ايه، المحترم بقى مش عارف ايه. داخلي اللي هو بيكلم نفسه وبيرد على نفسه. كمان في نفرتي اللي انا اتكلمت عنه من شويه، النهر اصبح خالي لا يوجد فيه مياه. عارف يعني ايه النهر اصبح خالي؟ يعني الملك افلس، ما عادش عنده حاجه يقدمها للشعب. ده طبعا في، يعني انا مفسر حاجات كتير، وطبعا واخد الموضوع لغوي. في اللي هيتفق معايا وفي اللي هيختلف، وفي لجنه علميه ناقشت وشافت ان الموضوع ده صح، والحمد لله انا واخد اعلى درجه، يعني واخد توصيه بالنشر اعلى حاجه بفضل ربنا طبعا. بس ده بالنسبه للتيار ده. في كمان انا عمال بفتكر ان دخلت طبعا الموضوعين في بعض وهما الاثنين حاجه واحده والله. بص انا عارفه، بس انا هقول لك على حاجه. انا مبسوطه جدا، وانا كنت متخيله ان الوقت هيتقسم فعلا، لكن انت علشان زي ما قلت لك كده مش عايز امشي ولا انا بس احنا هو اصلا هو هيقفل علينا الحلقه ويمشي اهو. لا احنا لسه شويه، يعني هو اول ما يقول لي خلاص هقول لك. الفكره في ايه؟ انه زي ما انت بتقول كده، رساله ماجستير اخذت منك 5 سنين، احنا جايين نختزلها في ساعتين، فالمفروض هتبقى هي ساعه ونتكلم عن رساله الدكتوراه في ساعه. ما ينفعش. ده انت المره الجايه هنتكلم بس عن، تفتكر ان هو ما ينفعش في كل حلقه؟ والله كل حاجه انا بتكلم انت فيها بالذات كل حاجه بتقولها باجي ما بخلصهاش. ده حقيقي، لان ما شاء الله المعلومات كتير، بس انا بنبسط في الحقيقه. احنا بنوصل حاجات النهارده، الحلقه خطيره يعني بالنسبه لي انا كمان. عايز اقول لك ان الموضوعات دي كمان بره مهتمين بيها جدا. يعني الجامعات بره 5 دقايق 3 بس. انا شاركت ب3 دقايق. يلا هتقول فيهم ايه بقى؟ انا شاركت ببحث عن الالحاد والتطرف كمان في ليفربول من شهرين اونلاين. ما اعرفش. طب انا هقول لك على انا هقول لك على حاجه لطيفه. انت في ليفربول شاركت خلاص، نشرت بحث في ليفربول. ده من شهرين. ردود الافعال كانت مبسوطين جدا، حاجات جديده ما حدش بيتكلم عنها. صح. اما الناس حافظه تابوهات ثابته. انا بقول لحضرتك لايدن، يعني انا مش عارف، لايدن يوم 17 12 ان شاء الله بعد يومين. تمام. المؤتمر ده معمول انتول ذا انسين، بيتكلم عن المسكوت عنهم في مصر. عاملين مؤتمرات خاصه بالفقر بس. انا نفسي الموضوع ده يتطبق في، يعني هنا في مصر، ان احنا نهتم بالحاجات المسكوت عنها في الحضاره المصريه. مش كل شويه نتكلم عن تحتمس واحمس وزوسر. ما احنا عارفين. فاضل دقيقتين، سيبني اقول لك فيهم بقى سؤالي، عشان انا عايزه، انا قررت ان اسالك سؤال. حاضر. انا هكلمك على سؤال شخصي، وانت كحسام عبد الفتاح الدكتور يعني عندك في الحقيقه عشق رهيب للمصري القديم. والنهارده على فكره الالحاد ده بالنسبه لهم مش بالنسبه لنا، هم من اولهم لاخرهم احنا لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني عشان تقول ما هو يعني كانوا مؤمنين وبعدين الحاد. انت احلامك الشخصيه ايه بس فيما يخص الحضاره المصريه؟ انا هختم بقى بده. سؤال صعب. يعني عايزين نعمل ايه في مصر لمصر؟ انت تقدم ايه يعني بخبرتك انت ويفيدك ويفيد؟ انا كحسام، انا نفسي ان منظور الوعي الاسري في مصر يتغير، ما يبقاش بالشكل اللي موجود دلوقتي. طبعا مش بقلل من اللي موجود دلوقتي، بس احنا يعني نملك اكتر من كده. ده بالنسبه لده. تاني حاجه، يعني كفايه هدم في الاثار، كفايه هدم في الاثار، كفايه هدم في الاثار.
ما فيش حاجه اسمها تراث وحاجه اسمها اثار. التراث هو الاثار، يعني الاثار دي حته صغيره من التراث. فاي هدم المقابر اي تشويه لاثر انا ضده قلبا وقالبا، ومستعد اعمل اي حاجه عشان ده ما يحصلش. فانا يعني واتكلمت قبل كده كتير ان احنا ننشر الوعي الاثري. يعني انا كان بقى انت يعني حسام، انا انت كحسام بقى عايز ايه؟ متخيل ان انا انت انا مش عايز امسك اي حاجه، يعني عايز بس ان لا مش قصدي منصب خالص والله خالص، طب واتعود انا عليها حاجات هسألك كتير سؤال وانا مش اخير عايز. عشان هختم حالا. انا عارفه انه صعب وعي جدا. الأثر. لا انا هقول لك على حاجه تانية خالص. انا عارفه انه صعب جدا جدا وقد يكون من رابع المستحيلات انه اثار بعينها ترجع، بس انا عندي امل وعندي افكار ما اعرفش ازاي. بس هو مش في حاجات اهم من الاثار ترجع ولا لا؟ يعني يعني بس أنا شايفة- الاهم ان انا ارجع راس نفرتيتي مع احترامنا الدكتور زي حواس طبعا، واللي هو بيعمله كله وغيره. وانا واحد من الناس انا دعيت برضه الحجر الرشيد انه يرجع، ولقيت ان كل الطرق مسدوده. طب ماشي، احنا عايزين نرجع بس في حاجات هنا ما عايزين نحافظ عليها، مش اهم من استرجاع الاثار. يعني الاثنين مهمين في حاجات مهمه بصراحة. جدا. يعني استرجاع الاثار محتاج برضه ان الخارجيه تدخل، دي اهم حاجه. ان شاء الله يا رب. انا شايفه دي حاجه كويسه جدا، وانا بتمنى لك على الصعيد انا في نقطه بس عايز اقولها معلش. انا يعني مناشده هنا من البرنامج الجميل ده. انا ساكن في مدينه المنصوره الجديده، تمام؟ قدمت طلب رسمي لرئيس جهاز مدينه المنصوره الجديده ان احنا نعمل متحف في الدقهليه. احنا عندنا المدينه هناك اكيد حضرتك عارفه، مدينه جميله جدا على البحر المتوسط، ومدينه المنصوره القديمه ومحافظه الدقهليه عموما ما فيهاش اي متحف خالص. يعني انا لما اخد ولادي كده عايز اوديهم يشوفوا الاثار، اوديهم فين؟ اقرب حاجه ليا كفر الشيخ. ليه مدينه المنصوره الجديده ما يتعملش فيها متحف للاثار؟ وقدمت طلب على فكره لرئيس جهاز المنصوره الجديده انه يبحث في الموضوع ده، ويعني المنصوره الجديده فاضيه، مدينه فاضيه خالص لسه جديده، وطبعا من انجازات الدوله. ليه ما نعملش فيها متحف؟ صح. جت الفكره في دماغي، ويعني وكلمت السلطه المختصه بانشاء. طبعا ده حاجه بعيده عن البرنامج، بس ده برنامج الاثار، ده برنامج كيمياء طبعا. لا صح كده، يعني ده برنامج مش مدير بعيد عن الأعضاء. البرنامج، لا ده بالعكس. طبعا ده بالعكس، ده مش بعيد، ده في صميم البرنامج. وعلى فكره اتمنى ده حقنا كمصريين عندنا يبقى كل محافظه وكل مكان فيه زي ما بنبني شقق نبني متحف. بالظبط كده. انا كمان بضم صوتي لصوتك دكتور حسام، والوقت خلص وانا سعيده جدا بالحلقه النهارده. اشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام حجازي، بجد نورتنا. ربنا يخليك يا رب. شكرا للساده المشاهدين. شكرا ليكم على متابعتنا. وزي ما قلت لكم لا احنا مش بنلحق معاه الصراحه. الناس اللي ورا الكاميرا دول يعني كتر الف خير هم استحملونا يعني. المره الجايه هنعمل الحلقه كامله عن الايمان والالحاد عند المصري القديم، لان احنا اعتقد ان الكلام مش طول الوقت فيه كتير يعني. ونشكركم على حسن المتابعه، ونشوفكم دايما على الف خير.